في معتقد تاني غريب عند الناس، زود له بقى شوية في الرز والمكرونة والحلويات، الحلويات الشرقية كتر منها بقى، شربوا مغات كتير واكلوا مفتقة. انت بتموته، وللأمانة انت بتطلع له كرش صغير وبعد كده بتموته. الجسم علشان يزيد في الوزن لا اما بيزيد عضلات او بيزيد دهون، فلو حضرتك اعتمدت ان انت تتخن على البيتزا والبيبسي يبقى انت كده بتزيد دهون. طب اعمل ايه عشان اتخن؟ لازم تزود من السعرات الحراريه، لازم تاكل اكتر من اللي جسمك بيحرقه. يعني انت لو المفروض تدخل لجسمك 1500 سعر حراري، فانت بتزود عليه من 500 ل 700، وكلها بتبقى عباره عن نشويات صحيه، بناكل دهون صحيه وكمان بروتين. الدهون الصحيه زي اللي موجوده في المكسرات، زي اللي موجوده في الفواكه المجففه، حضرتك دخل الطحينه في اكلك. والاسماك فيها دهون كتير، استخدم الافوكاتو وزيت جوز الهند وزيت الزيتون. بنستخدم الفاكهه وبالذات العصير بيكون السكر فيه مركز. احنا محتاجين ان احنا ناكل 3 مرات في اليوم، وكمان معاها 2 ل 3 سناكس. اعتمد على السموزي في السناك بتاعتك، يعني موز وعليه لبن وشوفان وتمر وكمان مكسرات. يعني مثلا لو حطيت 300 مللي من اللبن عليه 100 جرام من الشوفان و50 جرام من زبده فول السوداني ومزايا، وحطيت عليه كمان سكوب من البروتين، خد عندك اكتر من 1000 سعر حراري. تخيل انك بتشرب المشروب ده 3 مرات يوميا، سعرات حراريه عاليه جدا وقيمه غذائيه عاليه. لازم يا جماعه نبني عضلات. انتوا عارفين ان العضلات عباره عن اكتيف تيشو، نسيج حي بياكل ويشرب وبيحميك من الصدمات، بيرفع مناعتك، بيخلي صحتك تكون افضل. وكلمه عضلات مش معناها ان انت تكون كمال اجسام، معناها ان جسمك يكون تون، جسمك يكون مشدود، مفهوش اي ترهلات، يعني مفيش كرش، مفيش جناب، ومفيش ارداف. لازم تنام كويس بجوده عاليه علشان تقدر توصل للجسم المثالي من 3 ل 6 شهور. النحافه شيء خطير، والسمنه شيء خطير، والاعتدال هو اللي صح.